إذا أتاك هم أو غم أو حزن فاعلم أنها لأحد أسباب ثلاثة: أما لذنب أصابك فأراد الله أن يبتليك بالهم والغم لينقيك من الذنوب والخطايا، فإن كثيرا من الناس لا يستطيعون عذاب الله ولا يريد الله عز وجل أن يعذبهم في القبور، فيأخذ عذابهم في الدنيا بالهموم والغموم والأحزان. والسبب الثاني للهم والغم بسبب الإعراض عن الله عز وجل، فإن الله عز وجل جعل لمن أعرض عنه هما وغما لازما، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يسكن في القصر، يركب السيارة الفاخرة، يأكل أحسن المطاعم، ولكن همه معقود على جبينه، لا يدري ما هو السر، يعرض نفسه على الكتب، يقرأ، يطالع، يبحث، يستفسر، ولكن حقا ولزاما من الحي القيوم أن من أعرض عنه أن يرميه سبحانه وتعالى بالهم والغم والحزن والضنك والقلق، فلا يهدأ حتى يعود للا إله إلا الله. الأمر الثالث: رفعا للدرجات عند الحي القيوم، لأن الله عز وجل وضع لكثير من المؤمنين أو للمؤمنين درجات في الجنة قد لا يبلغها العبد بصلاته ولا بصيامه ولا بذكره ولا باستغفاره، فيبلغه سبحانه وتعالى إما بالمصائب وإما بالهموم والغموم. فاعلم أن كل ما قدر الله أو كل ما وصلك أنه بقضاء الله وقدره.